السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي المتابعين المحترمين، متابعين زاهية داوود المحترمين اللي يشتغلوا على الراس. ألف ألف شكر حبايب قلبي. ربنا يسعدكم، ربنا يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الأرض. فعلا انتوا تستاهلوا كل خير، والله والله محترمين محترمين، ولاد أصول، ولاد أصول ومحترمين. وكل سنة وانتوا طيبين وفي بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين، يجعلكم من عوادينها. ربنا يسعدكم يا رب. حبايبي حبايبي حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. واصبر يا زاهية، والله ربنا لا يديلك حقك يا حبيبة قلبي. اصبر واحتسبي، ربنا يديلك حقك ان شاء الله. خليكي ثابتة على مبدأك، لا تردي ولا ليكي دعوة بالاشكال دي يا حبيبة قلبي. اللهم ارحم بنتي وجوز بنتي وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اشف كل مريض يا رب. طبعا يا حبايب قلبي انتوا عارفين ان انا ما بردش، انا ما بطلعش ولا برد. بس يا حبايبي، انا دول بيطلعوا كل ما تعمل لايف يشتموا فيا. هما الاتنين شوات القطيع اللي عندها دول، مش عايزه اقول بقى اسامي تاني، هما القطيع اللي عندها دول لا بيحترمين كبير ولا محترمين صغير. وهي برضو تقول له اشتموا واغلطوا زي عمليه مستر عاطف كده. الراجل طلع يتكلم بالذوق والادب والاحترام معاه، سيبتهم عليها وشتيمه. بس هو بصراحه يسلم لسانك يا مستر عاطف على اللايف الفيديو اللي انت عملته. كل كلمه بتقولها هي صح فيها. هي اهم حاجه عندها الفلوس، اهم حاجه عندها الدعم. ما بتخشش في اي علل لما بتخرب البيوت، دي بتخرب البيوت يا جماعه، دي خربت بيوت، دي خربت بيوت. تخش بين العائلات، لا بتحب دي ولا بتحب دي. عرفت يا حبايب قلبي. طبعا انا طلعت يا جماعه، كنت عامله منتدى قالت امسحوا، مش امسحي من الكلام ده. امبارح بقت يشتموا عليا، طلعت النهارده رديت. دخلوا زي ما انتوا شفت بقى وكده. هي بقى مش، لا ده لازم تفتح لايف عشان يخش لها الدعم. 3 لايفات فتحتهم النهارده على الفلوس تخش لها. بس انا ما عرفتش اخد اللي يعني ما سمعتش اللايف بتاعها بصراحه، لان صوتها بيزعجني. انا صوتها ما بحب صوتها بصراحه، صوتها بيزعجني. بس سمعت بس كلمه بتقول ايتام مين مش ايتام مين. ده انت عندك البت عروسه اولاد بيشتغل، طب وانت مالك؟ انت ليكي فيه؟ ما عنديش يا ست ايتام. امال الفلوس اللي داخله لك انت على حساب الفلوس اللي داخله ليك انت دي في كرشك حر ونار فيكي، تضيعوهم ان شاء الله يخش في بطنك كده بالحرام. عشان ده على سب الاعراض وعلى الغيبه وعلى النميم. الفلوس اللي انت داخله لك على اساس انا عايزه اعرف يعني انت الفلوس اللي داخله لك دي حلال ليك وحرام علينا يعني؟ طب انا بتقولي طب وانت الفلوس داخله لك على حسب ايه يعني؟ انا عايزه اعرف الفلوس اللي بتخش لك ديت وتقبض كل شهر بال20,000 وال30,000 وال40,000 على صب الاعراض وعلى تفرقه الاخوات وعلى الغيبه وعلى النميمه، داخله لك على اساس ما انا عايزه اعرف. انا ما عنديش ايتام، ما عنديش يا ست. انت بتقولي برضه انا ما سمعتش اللايف كله يا جماعه. شلت لا شلت اللايف لا؟ ها؟ انت بتشيل اللايف لا عشان انت شتمت وغلطت؟ الناس بتعرف، عارفه انا طلعتك لا؟ اقسم بالله انا طلعتك عشان الناس، هم الناس عارفين حقيقتك، لان اليوتيوب كله معلم عليكي، معلمين عليكي. عارفه انت بتقولي الحاجه سلسبيل عطتني مالكش فيه، عطتني من جيبك. هي عطتني من جيبك انت؟ جابت لي السعوديه كله عطتني، انت مالك؟ دول دعموني وعطوني مالكيش فيه. هاريه نفسك لا، واكله نفسك لا، واكله نفسك. اهدي كده وقولي هديت. عارفه كل اللي بيطبلوا لك دول ما منافقين زيك، ما هم شويه قطيع زيك. قومي بس سيبي كده زاهيه، ما تلاقيش حد يتف في وشك ولا يخش لك، لان هم كلهم دول بيكرهوا زاهيه يا حبايبي. داخلين عشان هي بتشتم في زاهيه ومتدخله في علي الدهون. اللي يروح ناحيه زاهيه تشتمه، اللي يسيب زاهيه تمجد فيه. عرفتوا يا حبايب قلبي؟ طب انت طلعت قبل كده وقلت ده انت قعدت سنه مع زاهيه ما حدش عطالك جنيه، اشمعنى ده لما رحت لزاهيه دلوقتي؟ طبعا انت بتهدد بقفل القناه وهعمل واعمل فيك. اعمل اللي انت عايزاه، اعلى ما في خيلك اركبيه. اللايف اللي انت عملتيه عليا وشتمتيني انا ساحباه واخداه سكرينات عندي. عايزه تقفل القناه اقفليها، من الصبح هفتح قناه تانية، عرفتي؟ بس ساعات افتح القناه التانية اقسم بالله عليا وعلى اعدائي، وانت عارفه اللي فيها، وكنت بتعملي معايا اسحة الفلوس. انت عارفه كنت بتعملي ها؟ ما تخلينيش اتكلم واقول. اقسم بالله لا خليكي
مش عايزة اتكلم، مش عايزة اطول يا جماعة. هو الفيديو ده على المشي كده، بس خليكي تعالي جنب القناة، اقفليها ولا اعمل انذارات ولا اعمل مخالفات، زي ما تعملي هعمل. عارفة لو حصلت ان انا هجيب عربية مخصوص واجيلك بطولي هناك عندك، اقسم بالله مش هجيب حد معايا، هجيلك بطولك وافرعك عليك الشارع كله هناك. اوعى تستهون بيا، والله والله هأجر عربية واجيلك لحد بلد، وانت والعنوان معايا واسمك وكله، وهجيلك لحد هناك. خليكي بقى كده، احترمي نفسك ومالكش دعوة بيا، ولم تعبينك عني، ولم العلم القذرة اللي عندك عني، لحسن انت عارفة اللي فيها، واقول انت كنت بتعملي ايه. وكله بالسكرينات معايا، ايام لولو ولولو محمد وايطاليا، مش عايزة اذكر اسامي ناس تانية بتعملي ايه. ها، مش عايزة اقول. يلا، ده بس كفاية عليكي، ده انذار لك انت. يلا يا حبايبي، مع الف سلامة.